ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم ام اسراء من كوافير لمس الجمال. النهارده هتكلم معاكم كده نبذة عن البروتين، عشان نتكلم على البروتين. فالبروتين ده اسمه عالم البروتين. البروتين انواع كتير جدا 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 جدا، منها بقى طبعا البروتين اللي هو البروتين والكافيارات والبوتكس والترميمنت وماء الدهب. بصوا مسميات تحت، هو بروتين تحت مسميات كتير جدا جدا جدا، عشان نبقى كلنا عارفين وكل حاجة واضحة قدامكم، بس هي في الاخر تحت مسمى بروتين. هنيجي بقى بعد كلمة بروتين اللي هي المادة بتاع البروتين. مش كل مادة بروتين زي التاني، ومش كل نسبة ضرر بتاع بروتين زي التاني. في ناس في بروتين كويس جدا جدا جدا، وفي استخدامات تحت السلم كده لبروتين اي كلام. فكل واحد بيبقى في تقليد لأي حاجة، لأي منتج بيبقى له كذا شكل وكذا ازازه وكذا عبوه، بيبقى تقليد. حتى انتوا لو لاحظتوا الموضوع ده هتعرفوه. النهارده انا حبيت اتكلم معاكم على حاجه واحده بس من ضمن حاجات كتير اتكلمت فيها، بس النهارده هتكلم على حاجه واحده عشان كلكم تكونوا واخدين بالكم منها. النهارده طبعا انتوا شايفين الشعر اللي قدامكم ده شعر. قبل ما نعمله الشعر ده يعني نفس الشعرايه، يعني هم اصلا بنتين اخوات وهم نفس الشعرايه ونفس كل حاجه ونفس اللون. حتى الشعرايه بتاعتهم بتقلب في البروتين نفس اللون بتاعهم، اللي هو اللون الزيتوني، مدي بني او بني على زيتوني كده، ايه بيغير في البروتين. تمام. فده شعرهم البنات، دي شعرهم. فالمهم، لما الشعر اللي انتوا شايفينه قدامكم اللي هو الكيرلي، اللي هو بصوا يعتبر يتعدى من الشعر الافريقي اللي هي الشعريه الكشاشه، اللي هي كمان بتخش في موضوع التشابك وبتربي دهون جوه الشعر وبتعمل تشابك، وشعريه كشاشه جدا، وشعريه اصلا صعب التعامل معاها زي ما حضراتكم كلكم شايفين. لما جينا نعمل لها بروتين او الترميمنت او بوتكس او الفيلر او النوع اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو ترميمنت بوتكس معالج، شايفين الشعرايه لما سحبت، شايفين لون الشعرايه فضل زي ما هو ازاي، وشايفين كمان الشعرايه الكسره من جوه طالعه عامله ازاي. هل الكسره يعني بنظركم كده الكسره طلعت زي ما انتوا كنت شايفينها في الصورة اللي هي الأولانية؟ طبعا لا. طبعا الكسرة طلعت أسهل وأحلى وفكة، يعني الكسرة فكت معانا. ليه؟ عشان احنا أصلا بنعالج الفروة قبل ما بنعالج الشعراية. يعني احنا بنحط حاجات للفروة تعالج الفروة بتاع الشعر من الغذاء اللي هي مفتقداه اللي بتخلي الشعرايه تلفه. فاحنا بنقول لها لا، خدي الغذاء اللي انت ناقصك، خديه وطلعي لنا شعرايه تكون صحيه وتكون شعرايه حلوه. فالشعرايه بتطلع حلوه والكسره بتاعتها فكه، ويكون الشعرايه طريه ومتغذيه، ما فيش فيها لا تقصف ولا هيشان ولا الشعرايه مطفيه لمعه زي ما هي. بس انتوا زي ما انتوا شايفين كده موجه بسيطه. كل الشعريه بتعاني منه دلوقتي، يعني ما شاء الله شايفين الشعر طول ما شاء الله، اللهم بارك يا رب تبارك الله، تتهنى بيه. زي ما انا جبت لكم الشعر كمان على جميع الاتجاهات عشان تكونوا متاكدين. زمانكم بتقولوا ده مش شعر او مثلا الصوره، بس انا يعلم ربنا وهو شاهد عليا وعلى الكلام اللي بقوله، وكمان عملائي اللي عاملين عندي هم يشهدوا كمان بكده، والحمد لله. هو يعني وما توفيقي الا بالله. بس انا فاهمه ايه اللي بتحط على ايه ويطلع نتيجه ايه. ما يلزمنيش ان انا اشتغل شغل اوقع شعر واحده، او واحده تكون عامله جمعيه، او مثلا بقالها فتره بتحوش الفلوس عشان تعمل شعرها وتجيلي، وفي الاخر اجي تيجي تبص اوقع لها شعرها او ادمره لها، لاني مش لابسه تيشيرت هيتقطع وهيدوب وهيبوظ وهترميه. ده شعرها، ومش صعب ان احنا نعالج الشعر، بل من المستحيل ان انت تعالجي شعرك وترجعيه تاني زي الاول. وانا مرضاش ان انا احط حاجه اضر حد او ابوظ شعر حد او ابوظ البشره بتاع حد. والله لو هبقى يعني من اصحاب الثروات والاملاك، بس انا ما يلزمنيش. يعني الفلوس بتروح وبتيجي ومحدش، يعني ياما مسكنا فلوس وياما صرفنا فلوس، بس
اللي بيتقي الله في شغله، يعني من يتقي الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فالواحد ما يرضاش ان هو يتلف شعره. فبالله عليكم قبل ما تروحوا الكوافير، هو يعني بصراحة مش عارفاها تحكموا ازاي، لان مش اي حد بيفهم في المادة دي. انا بفهم فيها بحكم ان انا بقالي 16 سنة شغالة في المهنة دي، وبتعامل مع الحاجات دي، وعشان برضو ما اقعش في غش التجار او في لعبة التجار دي او في لعبة المصانع الغشاشة اللي تحت بير السلم. فانا بتعامل مع حد موثوق فيه اللي هو ما يغشنيش، وكمان يعني اوصل للنتيجه اللي انا عاوزاها ونتائج مرضيه والحمد لله بفضل الله، وما توفيقي الا بالله. بتمنى تشتركوا في القناه اللي على اليوتيوب اسمها كوافير لمس الجمال، ونفس الاسم برضو على الفيسبوك كوافير لمس الجمال، ونفس الغلاف نفس الغلاف ونفس كل حاجة. بتمنى تتابعوني وتشوفوا الفيديوهات كلها، فيديوهات الترميم، فيديوهات الصبغات، في فيديوهات حلوة كتير. بتمنى كده ان انتوا تشوفوها وتشجعوني كده. ولو عندك اي سؤال او استفسار كلميني وان شاء الله ارد عليكي. وبحبكم في الله، وبتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وكون قدرت اوصل لكم معلومه حتى ولو بسيطه تقدروا تخلي بالكم بعد كده وانتوا بتعملوا شعركم، او يعني ايه اللي انتوا يعني ايه ما تضروش شعركم. يعني تحاولوا تحافظوا عليه، حتى لو انتوا رايحين في مكان تعملوا شعركم تبقوا فاهمين وتسالوه بتعملي لنا ايه والماده شكلها ايه. ما تخشش جوه تجيب لكم الماده وانتوا ما انتوش عارفين اي حاجه، ولا احنا عايزين نشوف الماده وشكلها ايه. لو خبت وما رضاش توروكم المواد اللي معاها او بتحط ايه، يبقى ما تعملوش شعركم. يعني ايه، حاولوا ان انتوا تشوفوا انتوا بتعمل لكم ايه الاول والمواد شكلها ايه قبل ما تتحط على شعركم، وتفهموا وتقولوا. لان انا ساعه ما اعملها بتجيلي بحط 1 2 3 قدامها، دي كذا 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 كذا، وبتعمل كذا 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 وخلاص. وحتى هي بتبقى مطمنه وفاهمه وعارفه، وبعد كده تبقى تيجي تقول لي انا عاوزه كذا كذا اللي اتحط لي على شعر قبل كده، انا شعري جه عليه ماشي تمام، بتعمل بقى اللي هي عايزاه. ماشي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على الف خير، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومه جديده.